وهو واحد من أحلى شخصيات القتلة المتسلسلين اللي اتنفذوا على الشاشة. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن واحد من أحلى المسلسلات اللي شفتها في حياتي، مسلسل كونكت. المسلسل ده بيجمع بعض التصنيفات كده اللي يعني صعب تلاقيها متركبة على بعض، فانتازيا على الجريمة على الغموض على الرعب، في بعض الأوقات حاجة كده كومبو غريب بس حلو قوي. المسلسل بيتكلم عن ظاهرة زي أسطورة كده في كوريا اسمها كونكت. الكونكت دول بيبقوا مش بشر عاديين، بمعنى إن أعضائهم الداخلية بتبقى متصلة بيهم حتى بعد قطعها، او بمعنى تاني الاعضاء دي مش بتموت. بطل المسلسل هو واحد من الكونكت دول، بطريقة ما بيتم اختطافه في اول حلقة عن طريق عصابة اعضاء، وبيصادف ان عين البطل ده بتروح لقاتل متسلسل، وهو واحد من احلى شخصيات القتلة المتسلسلين اللي اتنفذوا على الشاشة. مذهل بجد، من احلى الكاركترات اللي اتكتبت، وتفاصيل عبقرية كتنفيذ كتمثيل. والغريب بالنسبة لي ان الممثل ده انا كنت لسه شايفه في لاف ان كونتراكت، كان عامل دور رومانسي وخجول يعني مختلف تماما، فانا ذهلت. فتقييم المسلسل ده 9 من 10. انصحكم بالمشاهدة جدا. كان معاكم نادر سيف الدين، سلام.